الصحي بمحافظة الفيوم ورفع كفاءة وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية بهدف توفير خدمة طبية متميزة والتخفيف عن معاناة المرضى وذويهم. افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة. طبعا دي اضافه قويه جدا، ده تقريبا المكان الوحيد يمكن في مستشفيات الوزاره عموما، مستشفيات العلاجي في الوزاره مفيش مكان فيه جراحه قلب وصدر. طبعا يخدم المواطنين الفيوم كلهم حوالي 4 مليون مواطن، ودي طبعا اضافه قويه جدا. والاستاف اللي معانا في الخارج طبعا في الخارج بتعدي لمئات الالاف يعني. ربنا يقدر من السفر للقاهره طبعا. الحمد لله رب العالمين، بعد جهود شاقه استغرقت حوالي 6 سنوات الكثير من المفاوضات والمحاولات، نجحنا بفضل الله في توفير مستلزمات ومعدات لتشغيل أول وحدة جراحة قلب وصدر في مستشفى في محافظة الفيوم بعد الجامعة. النهارده افتتحنا غرفة عمليات جديدة للقلب المفتوح مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية، أحدث مكنة قلب صناعي في العالم، وأحدث جهاز مساعد لعضلة القلب، وآلات على أعلى مستوى. وإن شاء الله يبتدي العمل خلال أيام قليلة استقبال حالات القلب المفتوح. هنبتدي مبدئيا حالة يوميا، وبعد كده إن شاء الله ده على نفقة الدولة طبعا. ده كله مجاني على نفقة الدولة أو تأمين صحي لأهل الفيوم والمحافظات المحيطة بها. ومن جهته أشار محافظ الفيوم إلى أن وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية تعمل تحت إشراف فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، وتقدم خدماتها لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.